السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة بقى الفيديو مختلف شويتين كده، هو مش روتين ومش وصفات ولا أكلات ولا الكلام اللي احنا متعودين عليه مع بعض ده. ده فيديو الحمد لله أول قبض من اليوتيوب. طبعا اللي متابع القناة دايما عارف ان انا بقالي حوالي 3 سنين فاتحة القناة، والحمد لله اخيرا قبضت اول قبض. فانا حبيت ان انا افيد غيري من القنوات، وخاصة القنوات اللي هم ستات البيوت اللي زي تخصصي كده. هقولك على حاجات كتير، خطوات كتير انا عملتها عشان اوصل بفضل الله الاول قبض ده، واسئلة كتير كانت بتدور في ذهني. لحظة ما يعني ما كملت ال100 دولار. طبعا معظم اصحاب القنوات عارفين انه ما ينفعش انك تقبضي من اليوتيوب غير لما بتكوني 100 دولار. تمام. يعني بيبقى جوجل ادسنس بعد طبعا ما بتفعلي القناة والحوار الطويل اللي القنوات بتمر بيها وتحققي ال1000. كان ساعة ما انا فتحت القناة كان الشرط اللي هو حقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. تقريبا دلوقتي انه الشرطين دول تقريبا نزلوا شوية، تقريبا بقت 3000 ساعة مشاهدة. فالحمد لله الموضوع بقى اسهل شوية في تفعيل القناة. المهم بعد كده لما بتربطي بقى القناة بحساب جوجل ادسنس وتيجي عند خطوات بقى اللي هي القبض نفسها اللي هي الخطوة الأخيرة، خلاص انت كملتي ال100 دولار. فبتبقي محتارة، خاصة انا كنت مش فاتحة حساب بنكي، يعني ما كانش عندي حساب بنكي. لو انت عندك حساب بنكي الموضوع بيبقى اسهل شوية. فانا هقول لكم انا عملت ايه. انا طبعا بدأت ان انا اعمل حساب بنكي بقى تبع بنك الاهلي. ف يعني اكتر بنكين معروفين في مصر وتعاملهم قريب قوي من بعض، يا البنك الاهلي يا بنك مصر. تمام. فانا رحت للبنك الاهلي علشان هو ده بيبقى فروعه كتير حواليا. فروحت فتحت فيه حساب. بس طبعا لما رحت افتح الحساب سألتهم ايه الحد الادنى لفتح حساب في البنك. فقالوا لي لازم تكون الحد الادنى لفتح الحساب 3000 جنيه. يعني لازم يكون معاكي 3000 جنيه مصري عشان تحطيهم في البنك وتقدري انك تفتحي حساب تستلمي عليه ارباح اليوتيوب. تمام. اهم حاجة وانت بقى بتفتحي الحساب تقولي لهم اني انا عايزة لما يجيلي حوالة بالدولار آه، يعني الحساب يستقبلها، يعني حساب مصري ويستقبل حوالات بالدولار او بالعملات الاجنبيه. دي اهم حاجه تقوليها لهم، ملحوظه تقوليها لهم يعني في فتح الحساب. ولو انت عندك حساب اصلا تروحي خدمه العملاء وتقولي لهم ان هم يفعلوا لك النقطه دي، انه لما يجي لك عملات اجنبيه او حوالات بالدولار يستلم الحساب بتاعك، يستلمها ما يكونش فيه اي مشكله. طيب انا بقى دلوقتي هوريكم على الموبايل الخطوات اللي انا عملتها علشان تضيفي طريقة الدفع وطريقة الدفع الصحيحة. تمام. بعد ما عملتي حساب بنكي هيبقى في خطوات هتعمليها على التليفون خاصة بجوجل ادسنس. فيعني همشي معاكي واحدة بواحدة كده، اقولك على كام نقطة مهمة عشان ان شاء الله تاخدي قبضك بكل سلام، ميبقاش في اي مشكلة. هنا الخطوات بقى هقول لكم عملت ازاي، دخلت ازاي الحساب البنكي. جالي الرساله اللي انتوا شايفينها دي بتجيلك على الميل. بتجيلك رساله ان دفعاتك معلقه، ده طبعا بعد ما تحققي ال100 دولار. بيجيلك رساله على الميل بيقولك دفعاتك قد تكون دفعاتك معلقه لسبب واحد او اكثر من الاسباب التاليه. يا اما انه لا تتوفر المعلومات الضريبيه، او ان ما من طريقه دفع. فطبعا في الحاله دي لازم ان انت تدخلي ايه المعلومات دي، طريقة دفع وكمان المعلومات الضريبية. فأنا همشي معاك خطوة بخطوة كده. الأول طريقة الدفع دخلتها ازاي. بتخش طبعا على جوجل ادسنس الخاص بالقناة عندك، وزي ما انتم شايفين كده الربح هنا ايه كان واصل لل100 دولار. تمام. فهتعملي ايه بقى، هتدوسي على بيظهر لك هنا ان في مشكلة كده خاصة بالدفعات، ان الدفعات معلقة. فبتدوسي على العلامة الحمراء دي اللي بيبدأ يظهر لك زي ما انتم شايفين كده الصفحة دي اللي هي خاصة بالدفعات. هي طريقة الحصول على دفعاتك، وفي هنا كلمة ايه إضافة طريقة دفع. تمام. إضافة طريقة دفع. فاحنا هندوس عليها، هندوس على إضافة طريقة دفع.
هتظهر لنا بقى ايه الصفحة اللي انتوا شايفينها دي، إضافة تفاصيل جديدة للتحويل الإلكتروني ولا إضافة تفاصيل جديدة للشيكات. طبعا احنا هنختار الاختيار الأولاني ده اللي هو إضافة تفاصيل جديدة للتحويل الإلكتروني. اوعي تختاري اللي هي الشيكات، اوعي تختاري اللي هي الشيكات، لأن الشيكات للأسف مش بتوصل للناس أبدا. انت بتضيفي اللي هو ايه الحساب البنكي اللي انت عملتيه، فهتدوسي على إضافة تفاصيل جديدة للتحويل الإلكتروني وتدوسي بعد كده حفظ. هيظهر لك بعد كده بقى ايه الصفحة دي بقى اللي هي اهم البيانات بقى عشان تدخلي الحساب بتاعك الحساب البنكي بتاعك اللي هيتحول لك عليه $100. تمام. طيب الاربع بيانات دول مهمين جدا. ايه هم الاربع بيانات؟ طبعا عندك اول حاجة بيقول لك ايه، ثواني كده الصورة واضحة. انا بس حبيت ان انا اصور لكم بالتليفون كده عشان اقول لكم خطوة بخطوة ايه اللي بيظهر لك وايه اللي بتختاريه، عشان الكلام ده مهم جدا يا جماعة. هنا اختياري، فالحاجة اللي هتلاقيها اختياري ما تدخليهاش. تمام، ما فيش داعي انك تدخليها وتلخبطي البيانات او كده. طيب بعد كده الاسم على الحساب المصرفي. بصوا الفيزا اهي اللي انت بتستلميها او بتجيلك على البيت لما بتعملي حساب بنكي. بصوا بيبقى مكتوب عليها الاسم بالانجليزي اهو. يعني مثلا أنا اسمي عبير عبد التواب، فممكن تنقليها اسمك بيبقى موجود على الفيزا. ده لو انت يعني ايه مش عارفة مثلا تكتبيه يعني لوحدك او كده. طيب هنا البنك الأهلي المصري، بصوا برضو الترجمة بتاعته اهي بالانجليزي ناشونال بانك اوف ايجيبت. بتكتبي برضو اللي هو ايه الاسم بتاعه هو بالانجليزي. نفس الكلام لو بنك مصر برضو هيبقى كده. تمام كده. تعالوا نكمل بقية البيانات برضو اللي في الصفحة دي. بصوا يا حبايبي، هنا احنا اتكلمنا على الاسم الحساب المصرفي، وبعد كده اللي هو اسم المصرف اللي هو اسم البنك بالانجليزي، وبعد كده رمز السويفت كود. وهنفتح مع بعض هنا جوجل كده وهنكتب في البحث ايه السويفت كود. السويفت كود. تمام. السويفت كود البنك الاهلي. لو انت مثلا عامله حسابك تبع البنك الاهلي، فبصي بيديكي ارقام كتيره قوي. بيديكي السويفت كود الفرع الرئيسي، وفي الافرع بقى الايه الفرعيه. فاحنا طبعا هنعمل ايه حتى الفرع الرئيسي ده برضو في مشكله. يعني انت هتدخلي لحد الاكس، هتدخلي اللي هي ان بي اي جي اي جي، كله كابيتال كده، كله حروف كابيتال كده. ان بي اي جي اي جي سي اكس لحد الاكس. مالكيش دعوه باخر 3 ارقام. اخر 3 ارقام دول مشكله، ما تدخليهمش. ليه؟ عشان اخر 3 ارقام دي بيحولك على ال يعني بيعملك التحويل مرتين، فبيخصم لك من الحواله مبلغ كبير جدا حوالي $20. فاحنا مش عايزين كده، احنا اصلا تعبانين. احنا عايزين الخصم بيبقى بسيط، يكون حوالي $5 بس اللي هو العمولة بتاعت البنك، فدخلي لحد الاكس. طب لو انت تبع البنك المصري هوريكي برضو هتعملي ايه. السويفت كود هيبقى نفس النظام، بنك مصر. بنك مصر. بصي طلع لك ايه السويفت كود بنك مصر، نفس الكلام ده. اخر 3 ارقام ما تدخليهمش، ما تدخليهمش. دخلي بس اهو من الشمال كده BMISEGCX لحد الاكس وخلاص كده. ما تدخليش اخر 3 ارقام عشان برضو ما يحصلش ايه نقص جامد في المبلغ بتاعك. تمام كده. نكمل بقى. تمام، نرجع تاني للصفحة بتاعتنا اللي احنا بندخل فيها البيانات. كده رقم الحساب بصيغة الايبان، ده برضو بتطلبيه ده بقى بتطلبيه من البنك لما بتيجي تعملي الحساب بتاعك. بتطلبي من بتعملي لك الحساب ان هي تكتب لك ايه، يعني وانت جايه بتحطي بقى الفلوس في البنك، تطلبي منها ان هي تديكي رقم الحساب بصيغه الايبان. ماشي، رقم الحساب بصيغه الايبان، فهي بتكتبه لك او بتطبعه لك في ورقه. طيب لو انا مثلا خلاص انا عندي حساب وعايزه اعرف ايه هو الايبان بتاعي، يعني انا دلوقتي مش هروح البنك مخصوص عشان اجيب رقم حساب الايبان، هتصرف ازاي؟ عادي عن طريق الايه جوجل. برضو هوريكم ازاي تجيبيها من على النت. بصوا عن طريق جوجل هتكتبي ايه الحصول على رقم اهو الحصول على رقم حساب الايبان. بس احنا عايزين مثلا تبع على حساب الايبان. بصوا طلع لك في البحث عامل ازاي حساب الايبان البنك الاهلي المصري، او مثلا هنا لو انت تبع بنك مصر الحصول على رقم حساب الايبان بنك مصر.
فانت ايه تختاري مثلا بنك الاهلي المصري. فبيقول لك بقى ايه خطوات الحصول على رقم الحساب الدولي الايبان. هيقول لك بقى الخطوات اللي ايه تمشي عليها. قم بادخال رقمك القومي وكذلك رقم هاتفك محمول مطابق للرقم المسجل لدى البنك. سيقوم النظام بالتحقق من البيانات ويقوم بارسال رمز التحقق على هاتفك المحمول. والكلام ده يعني حاجات بسيطة جدا جدا في خلال دقيقة بالظبط اهو بصي. في خلال دقيقة بالظبط هتكوني حاصلة على الايبان عن طريق الرقم القومي بتاع بطاقتك. يعني ايه انا بوريك اهو كل الحاجات يا جماعه لان الحاجات دي كلها الواحد كان تايه فيها. ممكن اكون بتكلم بدقه اكتر او يعني كل الاستفسارات اللي بتدور في دماغكم لانه فعلا الكلام ده انا على ما وصلت ليه اتفرجت على ما اقولكيش يعني اكتر من 10 فيديوهات لقنوات كتير تعليميه وقنوات مثلا زي كده اللي هو مثلا اول قبض والكلام ده. فحبيت ان انا افيد الناس هنا ايه بيقول لك هو استعلام عن رقم العميل او رقم الايبان. فبتكتب الرقم القومي وهنا بتكتبي رقم الهاتف المحمول. ماشي. وتتبعي بقى وتكتبي وتدوسي تنفيذ وتتبعي بقى التعليمات هيقوم ظاهر لك رقم الايبان. تاخديه كوبي وترجعي بقى بيست على الصفحة بتاعتك وتعمليها بقى ايه وتدوسي بقى ايه بيست هنا كده تلصقيه بقى هنا تنزليه بقى هنا الرقم اللي هيظهر لك في الخانة اللي هي ايه رقم حساب بصيغة الايبان. ماشي. وهنا يقول لك قاعد ادخال تعيدي ادخاله تاني اعد ادخال رقم الحساب بصيغة الايبان. تمام كده. تمام كده دخلنا البيانات ندوس بقى خلاص تمام التالي. وبعد كده بقى ايه هنا هيبقى في ضبط كطريقة دفع اساسية طبعا صح. وبتدوسي حفظ. خلاص بعد ما بتدوسي بقى حفظ خلاص كده كده هو ضاف طريقة الدفع. تمام. ولو انت عايزة تضيفي بعد كده اي طريقة تانية للدفع غير اساسية ممكن تضيفيها لكن انت كده خلاص طالما ظهر لك الشكل ده في الاخر اللي هو ايه خلاص انت كده ضفتي الحساب البنكي بتاعك اللي هيحول لك عليه الدفعة بتاعتك او $100. مهم يا حبايبي بعد ما دخلنا طريقة الدفع وخلاص دخلنا بيانات الحساب بتاعنا زي ما قلت لكم اهم 4 بيانات. اسم بالانجليزي اسمك بالانجليزي. اسم البنك اللي بتتعامل معاه بالانجليزي. السويفت كود بتاع البنك وده بتجيبه من على جوجل سيرش. واهم حاجه ما تكتبش اخر 3 ارقام اكتب لحد الاكس بس سواء كان بنك مصر او البنك الاهلي. ورابع حاجه مهمه اللي هي الايبان ووريتكم برضو ازاي بنجيبه عن طريق جوجل وسهل جدا. هنا بصوا بعد كده بقى ظهر لي برضو ان في بالاحمر مشكله تانية اللي هي المعلومات الضريبيه. انا لسه ما كنتش دخلتها برضو. دي اللي هي ايه اللي هي تبع امريكا المعلومات الضريبيه في امريكا او اللي هي في نوعين في هدخلي المعلومات الضريبيه اللي هي بتاعت امريكا او المعلومات الضريبيه بتاعت ايرلندا. فاحنا هندوس اول ما يظهر لك مشكله كده ويقول لك ايه تحديث بتدوسي على تحديث. تمام كده. بيظهر لك بقى الرسالة دي بيقول لك يرجى تخصيص وقت يتراوح بين 15 و20 دقيقة للحفاظ على أمان حسابك علينا التأكد من هويتك والكلام ده كله. فالكلام ده بصوا في الآخر مكتوب إيه فتح النموذج. بتدوسي انت بقى على فتح النموذج اللي هو النموذج الضريبي. الكلام ده مهم يا جماعة لأنه بيحصل تعليق دفعات بسبب إنك مش مدخلة المعلومات الضريبية. فليه إحنا عايزين ناخد القبض بتاعنا بسلام. فهندوس على فتح النموذج. اهم حاجه بقى في المعلومات الضريبيه دي السرعه وفي نفس الوقت ترجمه جوجل والكلام ده شرحه بالتفصيل طبعا المتوحد فكره ودي اكتر قناه تعليميه الصراحه بتفيدني جدا. قناه المتوحد فكره ربنا يبارك فيه ويجزيه عنا كل خير. فهتلاقوه برضو ان هو شرحها احلى مني مليون مره بصراحه. هنا ما هو نوع حسابك هنختار فردي. بعد كده هل انت مواطن او مقيم في الولايات المتحده هنختار لا. تمام كده. وبعدين تمام زي ما قلت لكم بعد كده هيبدأ يسألك بقى أسئلة كتير. هو الصراحة الكلام بعد كده الأسئلة اللي بعد كده انا نسيت ان انا اخدها لكم سكرين شوت. ماشي. لان كمان الخطوه بتاعت اضافه المعلومات الضريبيه دي عدتها اكتر من مره يعني هي ما اتقبلتش معايا من اول مره عدتها اكتر من مره. قعدت احول فيها بتاع 4-5 مرات على ما ظبطت وكتبت لي مقبول يعني على ما قبلت البيانات الضريبيه بتاعتي. فاكتر حد زي ما قلت لكم هيعرفكم بالظبط الخطوات دي او انا جايباها من القناه عنده اللي هو المتوحد فكره. اكتبي كده المتوحد فكره في اليوتيوب والمعلومات الضريبيه اضافه المعلومات الضريبيه هتلاقيه عامل لك اكتر من فيديو كلهم بسيطه وسهله جدا وده تخصصه يعني فطبعا ايه هو اللي هيفيدك اكتر مني.
تمام كده. انا حبيت بس ان انا اعمل الفيديو ده يا جماعه، لانه كان فيه اسئله كتير قوي يا جماعه. نعمل حساب بنكي دولاري ولا مصري؟ الكلام ده كله الواحد مر بيه. طيب انا ما عنديش حساب بنكي، اتصرف ازاي؟ طيب انا مثلا هدخل البيانات ازاي؟ ازاي يعني اضيف طريقه دفع، اضيفها اللي هو تحويل الكتروني ولا شيكات؟ وزي ما قلت لكم ما تختاريش شيكات ابدا، عشان ما يحصلكيش لا قدر الله ان الدفعه تروح عليك. فخليكي احسن طبعا في الطريقه المضمونه اللي هي طريقه الحساب البنكي، زي ما قلت لكم اللي هي اول طريقه التحويل الالكتروني. ودخلي البيانات طبعا تكون صحيحه وتكون مظبوطه بالنسبه زي على الفيزا عندك والايبان زي ما وريتك، وكل التفاصيل زي الفيديو بالظبط. موظف البنك بقى لما الحواله بتتبعت لك طبعا بيجيلك ميل بان تم تحويل الدفعه، وانك انت خلاص وصلت البنك عندك. فبتلاقي موظف البنك بيتصل عليكي وبيقول لك في حواله بالدولار وصلت لك، تحبي انك تيجي تستلميها بالدولار زي ما هي، ولا نحولها لك بالمصري وندخلها لك في حسابك؟ فده طبعا ده بيبقى يعني انت بقى حريه الاختيار ليكي. حابه تستلميها بالدولار تستفيدي من فرق السعر، تمام. لا حابه انك انت يعني البنك يحولها لك بالجنيه المصري وتدخل في حسابك، مفيش اي مشكله. يا رب يكون الفيديو ان شاء الله كده وضح لكم نقاط كتير. لو في اي حد عنده استفسار يسيبها لي في التعليقات، ولو اقدر ارد عليه ان شاء الله مش هتأخر. السلام عليكم ورحمة الله.